حبيبي القرداوي على رأي مستشار مرتضى منصور، أنا من خلال هذا المنبر وجهت رسائل عديدة من أيام الدستور، من أيام استقرار الدستور، لما الأخ هذا الشيخ العجوز الذي خرف القرداوي لما قال هندي للمصريين 30 مليار، قطر هتدي 30 مليار بس يقولوا نعم. والجمعة قبل الماضية قال أتحتجون على محمد بلطف كده، يعني بيقولها بدعابة، هو يقصد محمد مرسي، لكن المصلين او اي حد استمع يفهم ايه؟ واحد شيخ وعالم عظيم وقدير، رمز رئيس مش عارف الاتحاد العالمي للمسلمين، أتحتجون على محمد، يعني النبي محمد، يعني شبه مرسي بمحمد زي ما عاصم شبهه بربنا. انا مش عايز اقول النهارده مطرود زي ايه، لانه كبير في السن، مش عايز اقول لفظ يعني يجرح مشاعره، رغم ان هو ما بيحسش، ورغم ان هو متبلد، ورغم ان هو اشعل نيران الفتنة في المصريين عندما تحدث على ان الاقباط هم الذين خرجوا في مظاهرة الاتحادية، وعندما قلد المسلمين السنة على الشيعة في مصر، وعندما دعا لقتال الشيعة. القرضاوي هو وراء جريمة ابو النمرس، قرضاوي هو وراء تفتيت العراق وسوريا وليبيا، قرضاوي اللي ركب الثورة في اول جمعة في ميدان التحرير كنا فيها، وجه عشان يركبنا الاخوان ومن والاهم ويسرقوا الثورة اللي عصام العريان قال يوم الجمعة مالناش دعوة، جاي دلوقتي يكذب ايها الكذاب، يقول لك اصل احنا الصناع الحقيقيين للثورة. قرضاوي لما جه تميم ابن حمد ابن خليفة قال له خلال 48 ساعة تطلع بره قطر، يروح فين؟ عايز اقول لكم القرضاوي عمل تليفونات لاكتر من 20 دولة عشان يروحها، كلهم رفضوا انه يروح اي بلد لانه ارهابي. جه فين؟ جه مصر، جه مصر اللي كان بيعتبرها نمبر 2 رقم 2. تميم ابن حمد امير قطر قال له خلال 48 سنة ما اشوفكش ولا اسمع صوتك في قطر. النهارده جه القرضاوي مطار القاهرة يجر ذيول الخيبة، لم يجد حضن غير مصر. مصر حمالة الأسية، مصر اللي بتحضن الأنافد اللي بتعض فيها. مصر هتقويك يا شيخ قرضاوي، بس وانت في مصر ما تقاومش فتنة، ما تتكلمش خالص، مش عايزين نسمع صوتك خالص، لأن انت مهيج، والإسلام السمح العظيم بريء منك ومن أفعالك ومن خطابك الإرهابي. انت ورا فتنة ابو النمرس، انت ورا اللي اتسحلوا في ابو النمرس. عشان كده الدكتور احمد كريمه بيقول لك مبارك سرق فلوس لكنه اخف من اللي بيسرقوا الدين.